في شخص يقول لي ما تعرف تطبخ عيوش. You serious? تعال تعال ابيك بسالفه. نبي نسوي الدقوس اول شيء. هذا نحط معجون طماط تقريبا علبة واحدة، بعدين نحط الطماط، ثوم، شوية بصل، فلفل اسود، وملح، وزيت زيتون، قدر صغير، ونصب الخليط كله داخل. اذا حسيت انه ثقيل تزيده ماي شوي عشان يطبخ على راحته. الحين سخن، شوف البصل، فضل ماي حار وعلى الراحة. شوفوا هذا السكر اللي سولف عنه، شوفوا الحين نضيف عليه ماي مرة ثانية. هذا اللون اللي يبيه. هني نحرك السمنة شوية تنطرها تذوب، ونقصر على النار عشان نطبخ الربيان. الربيان تتبيلة عادية، بهارات ربيان البحرية أو بهارات سمك كويتية أو بهارات ربيان، بهارات كويتية عادية، ونصب نص الكمية تقريبا، والنص الثاني خليه حق العيش. طلع مايه، هني نضيف الثوم. هنا بهارات كزبرة وملح وفلفل أسود، بهارات ربيان، بهارات ربيان وكويتية، مسالة ولومية. آخر حركة أنا أحط صلصة المحار شيء بسيط عشان الصفرة، بس لا تكثر عشان لا يبين طعمها بالعيش. شوية كزبرة وبقدونس، وشوية شبنت عشان تعطي الطعم الأخير، ونحرك مع بعض. العيش نفس فكرة الحشو، لكن في كم شغلة بسيطة تتغير. الحين المقلة حارة، البصل يكون مفروم ناعم، ونعطيها كذي شوية تحريكة، حركة الماي عشان تطلع شوي. هني موضوع ناعم فبسرعة راح يحتاج